تمام خلاص اوكي. هستناكي بقى ان شاء الله تتصلي بيا تقولي لي الاوردر هيوصل امتى. بس كل حاجه تمام، الشنطه تمام والادوات والهدوم والهدايا وكل حاجه تمام. خلاص تمام ان شاء الله، اول ما يوصل بقى تمام قولي لي هيوصل امتى وانا هبلغك ان شاء الله واقول لك انه تمام. تمام اوكي، ميرسي جدا، باي باي. ماما، نعم. طب هو انا مش هتجيب لي حاجه؟ لا اجيب لك حاجه ليه؟ انا بجيب حاجات ليوسف عشان هو داخل الحضانه، وعشان هو ما عندوش حاجات بقى ولازم يجيب له هدايات ولازم يجيب له حاجات عشان احفزه للحضانه، وما عندوش شنطه وما عندوش ادوات مدرسيه خالص. انما انت عندك. طب انت ما جبتليش اي حاجه للسنه الجديده؟ لا ما انت عندك بتوع السنه اللي فاتت بقى، هو يجيب شويه بقى. ماشي. ماشي. يوسف عايز تروح فين؟ عايز تروح النادي ولا نروح البحر؟ النادي. عايز تروح النادي؟ ماشي. ونشرب ايه هناك؟ نشرب بيبسي. ماشي، هجيب لك كل حاجه انت عاوزها في النادي، اتفقنا؟ ماشي. ونروح فين كمان؟ فين؟ عايز تروح فين تاني؟ الكافيه. ماشي، ونروح الكافيه. ماما. ماشي. نعم. طب انا مش بحب المكان ده، تيجي نروح مكان تاني؟ هو لازم كل حاجه على مزاجك؟ ما احنا روحنا كتير اماكن على مزاجك. هو نفسه يروح في الكافيه ده ليه ما نوديهوش؟ ونفسه يروح النادي ليه ما نوديهوش؟ مش روحنا اماكن ياما على مزاجك؟ بنروح مكان تاني. لا المره الجايه بقى نوديله هو الاول المكان اللي هو نفسه فيه، وبعد كده نبقى نشوف انت عاوزه ايه. ماشي. صح يا يوسف؟ نعمله كل حاجه انت بتحبها. شطور يوسف. ايه؟ هنروح الحضانه. ايه؟ ونجيب لك كل الحاجات اللي نفسك فيها. واروح معاك اول يوم. واقعد معاك هناك كتير. ووصلك الحضانه. شطور يا يوسف، نعمل كل حاجه مع بعض. اتفقنا؟ شطور. طب انا مش هتوديني اول يوم المدرسه؟ هو انت يا نورين كل ما تلاقيني بكلم يوسف في حاجه تيجي تقولي لي وانا. طب هو لسه صغير، انت خلاص كبرتي، وبعدين هو ولد بقى يدلع شويه ويشوف حياته. طب ما توديني اول يوم بس. وديكي ليه؟ انت كبيره بقى خلاص، اعتمدي على نفسك بقى، سيبيني اشوف الصغنن بقى ده شوف هيعمل ايه. كبير. وهو كبير كمان، هو بقى يشوف بقى حاجته بقى، اشوف حاجته شويه. انت ما انا وديتك كتير وعملت معاكي حاجات كتير، مش لازم بقى كل ما بعرفش اروح لوحدي. لا تتعلمي، خلاص كبرتي تتعلمي، هو لسه صغير. ماشي. صح. يلا نوني، عايز ايه؟ ساعديني العبي معايا. العب معاك ايه يا اخي؟ انت السبب في كل ده، اصلا انت السبب، اوعى ده انت بارد. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكون فكرة الفيديو النهاردة تكون عجبتكم. احنا حبينا بس نقدم فكرة كده صغيرة بسيطة عن التفرقة ما بين الاخوات، والتفرقة ما بين الولد والبنت، والتفرقة ما بين السن الصغير والكبير. طبعا كلكم شفتوا النتيجة في الاخر، ان الطرف التاني بيحسب ان الطرف الاولاني هو السبب في كل المشاكل اللي بقت تحصل له، وان بسبب وجوده بقى هو ملوش مكان، وبيبتدي يتغير مع اخوه او يتغير مع اخته. والطرف التاني المدلع بيشوف نفسه جدا على الاخ او الاخت وبيبقى مش شايف غير نفسه. فارجوكم بلاش التفرقة ما بين الاخوات، كلهم واحد، الولد زي البنت، الكبير زي الصغير، كلهم حبايبنا وكلهم ربنا يخليهم لينا. ما ينفعش ابدا نفرق ما بين ولد وبنت، ويا رب كله يتعلم من الفكره الصغيره دي وينفذها. صح برضه، عشان الاخوات لازم يحبوا بعضهم وما ينفعش نفرق ما بينهم. صح كده. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.